اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن والأثرا، اقرأ القرآن والأثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أي يا محمد أعوذ أي أستجير برب الناس، وهو الله سبحانه وتعالى، هو رب الناس، هو ملك الناس، هو إله الناس، هو رب العالمين، هو مالك كل شيء سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، أي من شر ذي الوسواس وهو الشيطان. ومعنى الخناس الذي يخنس أي ينقبض إذا ذكر الله تعالى. ثم قال الله عز وجل: الذي يوسوس في صدور الناس. المراد بالصدور هنا القلوب، فهو يوسوس، هو يأمر إلى طاعته فيما لا يرضي الله عز وجل. من الجنة والناس. الجنة هم الجن. من العلماء من قال في تفسير هذه الآية إن معناها الشيطان يوسوس للجن كما يوسوس للإنس. ومن العلماء من قال في معنى هذه الآية إن الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس هو من الجنة، يعني هو من الجن، والمعنى الاستعاذة من شر الوسواس الذي هو من الجن. ثم عطف قوله تعالى والناس على قوله تعالى الوسواس، والمعنى من شر الوسواس ومن شر الناس، كأنه أمر بالاستعاذة من شر الجن ومن شر الإنس. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.